اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. صلاه تشفع لنا يوم القيامه. اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخي مطبخنا وفقي. صورت امبارح الفيديو اللي انا نازله اوديه المنصوره. انا حاليا لابسه ونازله رايحه المنصوره اهو. فانا هسيبكم بقى مع الفيديو عشان تشوفوا عملنا ايه. بس كان يوم شاق جدا جدا جدا. لو الفيديو عجبكم اتمنى منكم ما تبخلوش عليا باللايك وتعملوا لي فولو للصفحه وتشتركوا على قناتي على اليوتيوب وعلى التيك توك مطبخنا وفقي. ويلا بقى ندخل على الفيديو نشوف عملنا ايه مع بعض امبارح. وبالمره امبارح عملت برده شويه تظبيطات في المطبخ كده. يعني ايه، استغلي المساحات الفاضيه. لو انت عندك مكان مش لاقي مكان في المطبخ ان انت مثلا ايه عاوزه تعملي تصوير او حاجه والمكان مش مساعدك. انا كنت الاول بصور على الرخام. لو انتم ملاحظين في فرق في التصوير، ظبطت الدنيا هنا في المطبخ. عملت هنا السفره والبوتاجاز جنب بعض كده بحيث ان انا ايه يبقى الحمل جنبي والشغل جنبي كله. ظبطت الدنيا يعني كده حاجه على قدنا يعني. فاتمنى لو الفيديو بتاعي عجبك النهارده لايك لايك لايك. والى اللقاء، يلا باي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. جمعة مباركة عليكم النهاردة الفيديو بتاعنا شوية متعب، خصوصا بعد اليوم اللي هو عيد الميلاد وكده. النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة هنعمل كل الحاجات دي مع بعض عشان هنروح نوديها المنصور. تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل كرشة وسجق، هنعمل كفتة، هنعمل فراخ مقرمشة. وانا هنا دول اخر ما تبقى عندي من الكنز بتاعي. البصل اللي عند عياره زي عيار الدهب بالظبط. هنعمل كفتة وهنعمل منه تسبيكة المحشي وهنعمل منه الفراخ. هيكفوا والله. صلى على رسول الله بس وكل حاجه هتبقى زي الفل. ومعانا هنا الطماطم اللي احنا سبكناها مع بعض. انا هعمل ايه دلوقتي عشان الفيديو ما يبقاش طويل معاكم؟ انا هقطع البصل واوديها على النار عشان نعمل التسبيكه وارجع لكم تاني فاصل ونواصل. حطينا البصل على النار اهو. هنزود الزيت شويه. البصله بتحتاج الزيت زياده. تمام. نحط لها شويه سكر بقى عشان تحمر معانا. حطينا السكر اهو زي ما احنا شايفين اهو. هنسيبها بقى لما تاخد لون ذهبي جامد كده يا ست الكل. دي الدرجه اللي انا محتاجاها اهو، مش عايزه اغمق عن كده. انزل بقى بالطماطم بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بهاراتنا بقى. بهاراتنا حطيت دلوقتي كزبره. هحط ايه تاني؟ احط ريحه بسيطه من الفلفل الاسمر، مش هكتر. احط كمون وملح. هنحط كده شويه كمون كتري. طبعا ايه هنقول حطيت مكعبين مرق. الشطه شويه كده هحطها لما اكون طحنتها بس عشان ايه مكعبين مرق كده. ونسيبها بقى تغلي. وكده خلصنا مرحله الايه تسبيكه المحشي. نشوف بعد كده بقى هنعمل ايه الكفته ازاي عشان ايه برضو اولع على الفراخ كمان. نبدا نعمل في الكفته. اول حاجه الاول هعملها هنزل دول في الكبه كده بحيث ان هم ايه يتعملوا ناعم للكفته. وبعدين افضيهم. هتشوفوا هنعمل ايه مع بعض دلوقتي. الكبه دي حلوه جدا يا جماعه. الواحد ايه ما بيستغناش عنها بصراحه، بالذات النوعيه دي انا جبتها. انا اول واحده جبت النوعيه دي والسوشيال ميديا كلها اتقلبت عنها. هنفرم دول كده. بسم الله. طبعا عشان الصوت طلعت الخضره. هنزل بقى بالبصل بتاعي. ما تكتريش بصل للكفته عشان ايه ما تفكش منك. بس طبعا البصل ده يعني ميني بصل كده. هنعمل ايه تاني؟ هنحط فول الصويا. انا نقعته وصفيته. ونحط البهارات بتاعتنا بقى. معانا هنا توم مهروس هنضيفه كده. نحط بقى البهارات بتاعتنا. ريحه كمون بسيطه.
اللحمه ما بتحبش الكمون بس بتشيل الزفاره. فلفل اسمر بقى، كزبره عشان التوم، بهار ده بهار بطاطس وفيه مرقه بس حلو قوي، خلي الكفته حلوه. ده بهار مرقه ضاني. تمام. نجيب بقى بهار الكفته وشويه قرفه بقى ونضرب ده كله مع بعض. متنسوش الملح يا جماعه. ادي الملح اهو، احنا هنحط الملح كده حاجه بسيطه لغايه لما نشوف حط، عشان كل البهارات اللي بيبقى فيها اطعمه دي بتبقى كده كده اصلا اوريدي حادقه. هنحط بقى سنه سكر صغيره عشان تعادل الموضوع اهو. اخدتها بظهر المعلقه كده عشان مش هحط المعلقه بتاع البهارات في قلب بتاع السكر. تمام. نجيب القرفه بقى وبهارات الكفته، هنحط كده القرفه، هسيب سنه بره كده احطها على اللحم بس كده. اجيب الكفته بقى نظام كده وكده على اللحم ونضرب ده كله. لازم نخليهم ناعمين قوي عشان نعرف نعجنهم في الكفته، وكل شويه ابقى اقلبي بالاسباتولا جوه عشان اللي فوق ينزل واللي تحت ايه ما يبقاش ناعم قوي. كل شويه تقوم عامله كده بحيث ان ايه كله يتخلط، يبقى ايه قوام واحد، ميبقاش حاجه كبيره حاجه صغيره. هنرجع تاني قلبه بسيطه كمان. نزلنا الخليط اهو، خلطناه بالكزبره والشبت اهو. هنزل بالبضايه، معايا معلقه كبيره من النشا. النشا دي بتديلها خفيه. وانزل باللحمه بتاعتي وكل ده يتقلب مع بعض. شيل ده كله كده بقى ونبدا ايه نعجن مع بعض. عايزه اقول لكم الريحه حلوه قوي يعني، حتى وهي نيه ريحتها حلوه. عايزه تحط لها سنه بيكنج باودر حط لها، بتفرغها في المرحله دي برضه. لو عايزه تحط لها معلقه كده. احنا عجناها حلو اهو. معلش الفيديو فصل، تليفون رن كده. احنا عجناها حلو اهو. نسيبها بقى في التلاجة ترتاح عشان تشمع شويه عشان لما نيجي نصبحها. تمام كده كده بقت زي الفل. نشوف بقى المرحله اللي بعدها هنعمل ايه. دخلنا الكفته التلاجة وهنا جهزنا حله عشان نعمل فيها الفراخ. معايا هنا بصل صحيح اهو ومعايا بصل مرتة. تمام. انا حطيت هنا ملح على فلفل اسمر على سنه كمون بسيطه كده وضعفتهم ببعض كده. تمام. معايا الفراخ هنا مغسوله ونضيفه، كانت منقوعه في ليمون وملح وخل. تمام. احطها كده وايه ابدا احط عليها الحاجات دي كلها. تمام كده. معايا ميه. انا بعمل الفراخ على الساقع يا جماعه، اللي ما جربش فراخ على الساقع فايته كتير بصراحه يعني. وهنحط لها مكعب ملح على الساقع اللي هي بتحط الميه عليها كده كده. نولع عليها بقى، نحط لها مكعب مرق وفلفل وحبهان ومستكه وورق لورا، نحطه على النار ونولع عليه. شايفين التسبيكه؟ اللهم بارك اهي قربت تنشف. انا كده خلاص يعني استكفيت كده. عسل طالما الزيت فصل هطفي عليها بقى. هنا حطيت ايه، حطيت بصوا عشان ما تقولوش انا خبيت عنكم حاجه. هنا المرقه توم مفروم، الخضره اي خضره خشنه بقى على ايد كده ولا حاجه نبقى نشيلها ايه نقلب ده كله مع بعضه كده. طبعا انت مظبطه مظبطه الملح بتاعك وبهاراتك كلها كده. حط بقى انا بستنى لما الصلصه تبرد علشان الصلصه لما بتنزل سخنه على الخضره بتسودها، ما بتبقاش تحس ان هي فريش. شايفين شكل الصلصه بتاعتي حاجه كده اللهم بارك. اقلب بقى كده.
طبعا الخير ده كله بينزل في الميه بتاع السلق بتاع السجق، بس انا لازم ادي الحاجه حقها عشان تطلع طعمه وحلو. تمام. يا سلام بقى لو شويه محشي كرنب بالخلطه دي، مش عايزه اقولك بقى لو قعد يقعد. اهم حاجه لو الفيديو بتاعي عجبك متستخسريش فيا اللايك وكومنت كده حلو منكم، وتتابعوني على صفحه مطبخ نوفي وعلى اليوتيوب برضو مطبخ نوفي وعلى التيك توك مطبخ نوفي. كده خلاص قلبناه اهو، خلاص خلصنا تقليب اهو بقى، على ما السجق بتاعنا يتشطف شطفه اخيره ونحشيه مع بعض. هنا انا هخرط البصله اهوت للكرشه عشان اعملها. خرطتها ازاي؟ بتعملها كده بالسكينه زي امهاتنا وزمان يعني، تمام، مش بالكبه ولا باي حاجه، كده اهو على ايدك كده رايح جاي لغايه لما تنعم كده. طبعا انا مولعه بوتاجاز وعندي الطماطم جاهزه وقطعت الكرشه، هبدا بقى ايه احطها على البوتاجاز. حطيت البصله على البوتاجاز اهو، احط لها زيت، احط لها ريحه ملح وريحه فلفل، شويه ملح، احنا عايزينها تدبل مش عايزينها تاخد لون، عايزينها تبقى شفافه يعني. تمام. هنقلب البصل كده في الزيت ونسيبها تدبل شويه. البصله بتاعتي بدات تشف اهي. هنا الكرشه بتاعتي منضفوها اهي زي الفل. طبعا بتاخد ايه تنظيف، مش عايزه اقول لكم يا جماعه ما تكسلوش في تنظيف الحاجات دي عشان الريحه، توصوا بالليمون والثوم والحاجات دي والملح والفلفل. طبعا النور قطع واحنا بقى فتحنا الشباك عشان نصور لكم اهو كده. ابدا بقى انزل بيها واحط معاها مكعب مرق. هنحط مكعب مرق. انا اكتر واحده داعمه شركه ماجد فاين فود دي، انا اللي مشجعه المنتج بتاعها، بس بصراحه بتدي تيست حلو قوي في الاكل. ننزل بقى كده فصلنا وصفينا وليمون وخل والدنيا مقلوب. تمام يا ست الكل. ده كله طبعا هتنزل بقى ميتها، هنقلب ده كله مع بعض كده ونغطيها. انا عملتها في الصينيه الصغيره ده عشان ايه ملهاش حله مقاسه يعني، فهيوفوا بالغرض. نغطي عليها بقى ونحشي السجق مع بعض. انا حشيت الممبار بتاعي اهو، طبعا عشان النور كان قاطع انا عملت خطوات كتير وانا مش معاكم يعني. وحطيت الميه هنا تسخن، دي الحله مكان الرز بتاع الحشي، وهنا الكرشه بتاعتي جنبي على النار اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمي بقى ونسقط الممبار كله كده. سقطت كل الممبار اهو، اسيبه بقى يغلي على نار هاديه. معايا هنا الكرشه اهي تغلي اهي. تمام. انا حطيت لها طبعا الصلصه بعد ما نزلت ميتها كله في البصل، حطيت لها الطماطم عشان تعمل صلصه. انا صفيت الشوربه عندي اهو، صفيت الشوربه. وايه هنعمل بقى التتبيله بتاعه الفراخ اللي انا عملتها في الفيديو اللي فات عشان اعمل لها كروست، وهنعمل الكفته مع بعض. انا خلصت الاكل اهو، عملنا الفراخ وتبلناها اهو زي ما احنا شايفين، وعملت الكفته، طلعت الممبار وعملت الكرشه حطيتهم في علب، وحطيت الملوخيه. طبعا اليوم النهارده كان طويل جدا، اقسم بالله مش عايزه اقول لكم كان تعب قد ايه. فلو الفيديو عجبكم وتستحق اللايك، ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا تعليق كويس، وتابعوني على الصفحه على الفيسبوك وقناتي على اليوتيوب مطبخ نوفي. والى اللقاء في فيديو جديد، ودمتم في رعايه الله. مع السلامه. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت